ودي واش بحال اناحي الانسان يقلب عليه واش يلعب ولا ما تيلعب شيء. داك تيقول لا اناحي في العاطفه ما العاطفه، اناحي عنده كرة واعره. هذا شي ذاك الهدف اللي سجل انا والله ما تنعتبره شي حاجه هي اللي غتخليني نهضر عليه حتى ولو كل ما سجلش. اللعاب عطيتي فين ما عطيتي الكره تلقى التخريجه ديالها، عنده الحلول. راه شحال كان صحاب لا حيت سجل ديك الهدف غنقول راه مزيان. لا مزيان هو انه التموضوع ديالو كيفاش يطلب الكره وكيفاش يخرجها، كيفاش كان المضايق تعطيها، والتميره ديالو مبنيش على الجهد، بنيه على الامكانيات اللي عنده، على المهارات اللي عنده. راه النهار الاول اللي هضروا عليه قال لك هذا شوفوا التحركات ديالو، ما شافوش اهداف. وشوف كاس العالم سجل شي هدف؟ ما سجلش، ولكن يهضروا عليه. اذا انا البارح راه ما تنهضرش عليه انه حيت سجل هدف، لا تنهضر عليه حيت كيفاش يتموضى، كيفاش تجي الكره، كيفاش يعطي لي باس. لا الولد عنده. انا كتبقى فيا حين تسمع شي واحد يقول لا اناحي فين تيلعب وما الاناحي تيعيط له وما تيلعبش. عاود حنا الحين عنده شي حوايج راه ما عندوش وحدين اخرين، راه عنده لعب شي شكل. لا هذا هو اللي تنقول لك، اللعاب عنده اضافه، عنده شي حاجه ديالو. ونحي ما تيقبضهاش ويعطيها عاديه، لا تيمكن له تكون الكره في واحد عنده الكره في واحد الجهه بطريقه او باخرى تيقلب اللعب وكما تيريح اللاعبين. لا لاعب عنده امكانيات كبيره جدا.